السلام مرحبا بكم في تعمل طيب اثنين. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعضنا ريسيت نتاع البوريك التركي. هنا باش نحشيوه بالتن والعظم وجبن. بالنسبه للعجينه باش ناخذوا كميه نتاع فرينه حكايه 200 غرام عظمه، شويه ملح وشويه ماء، وباش ناخذوا معاها شويه زبده بعد ما نذوبوها. نبداو نحضروا العجينه وناخذوا الفرينه، نزيدوا رشه الملح ونزيدوا مغرفة الزبدة لهنا اللي ذوبناها، مغرفة تكفي، ونبسوها. نزيدوا العظمة اللي ركبناها، ونعجنوا بالماء البارد، نزيدوا بشوية ماء ونعجنوا. هنا نلموا ساعة الفرينة تتلم، وبعد نعجنوا بيدينا بالباهي. وتوا بعد ما تلمت العجينة باش نعجنوها توا بالباهي من الكف نتاع اليد لهنا هيك، باش نعجنوها بالباهي كيما العجينة نتاع البقلاوة بالضبط هي، وباش نخليوها ترتاح. وهذه العجينة نتاعنا كيفاش تكون طرية صوف البيضة معجونة بالباهي. تو باش نقسموها على قد الكعبات اللي باش نعملوهم. هنا لازم يكون عندنا بعض الاسباس اللي باش نحلو فيه الورقة من يكون كبير، والا نعملو رقات صغار. تو باش نخليوهم يرتاحوا وباش نحلوهم بالباهي. وتو بعد حكاية دريج ملي ارتاحت فيه العجينة ناخذو قلقال ونحلوها شوي شوي. هنا لي باسير موش مهم، خاطر من بعد الحلان بالباهي هو من بعد. لهنا باش نحطهم على بعضهم بيناتهم سيباراسيون. طاش خليها ترتاح ونمشي نحضروا الحشو. بالنسبه للحشو لهنا باش نحطوا عظم مسلوق وتن وجبن وشويه معدنوس، خلطوهم الكل مع بعضهم. وهذا الحشو حاضر باش نخليوه على جنب، ونمشيو نحلو الورقه كما نحلو ورقه البقلاوه بالضبط. ناخذوا الورقه لهنا باش ناخذوا شويه من الزبده اللي استعملناها في العجين وندهنوا بها. وتوا باش نبداو نجبدو في الورقه. احنا نجبدو هي تجي معانا لهنا ترهاف لين تولي ترانسبارون كيما ورقه بقلاوه بالضبط. كان يبداو زوز مع بعضهم نجمو نجبدوها كيما يجبدو ورقه البقلاوه. وكما نشوفوا لهنا خليناها على كبر معناها كبير برشا. احنا نوسعوا بالنا شويه نحلوها قد ما نجمو، يساش كانت نقبت لنا مش مشكل. وتوا باش نحطوا زبده معناها باش بعدش تجينا مورقه، لازمنا البلاصه الكل الاسباس الكل نعملوه بالزبده. هنا حتى الزبده كانت تكون ماهيش ذايبه معناها سايحه شويه مش مشكل. وتوا بعد ما حطينا الزبده على الورقه الكل باش نطويوها على اثنين، نزلوا من الطرف هذه ونحطوها على الشطر الاخر. وتوا بعد ما طوينا الورقه على اثنين كالعاده باش نحطوا الزبده لهنا، مش برشا زبده. ونحطوا الحشو لهنا. بالنسبه للحشو نبعدوا شويه على الحافه
ونحطوها خاطر باش نرجعوها ليها وبعد نلويوها زادا كيف من هنا نخلوش الاخر نبعدو شويه ونحطو الحشو نجم يكون تن وعظم كيما هكا ولا نجم يكون لحم مفروم احنا وشنو نحبو. نقعدو نلويو فيها نبرموها معناها هيك نلفوها حتى للاخر نتاع الورقه. وتوا نقصو الجوانب اللي خليناهم من هنا منه ونبرموهم على بعضها. نحطوها توا في الطبق وندهنوها بالزبدة وندخلوها للفور. لهنا حطينا في الطبق توا باش ندهنو الوجه بالزبدة وندخلوها للفور 180 درجة لمدة 20 دقيقة ولا 25 دقيقة احنا ونشوفوها حمارت من فوق راهي طابت. وهذا هو توا البوريك التركي المحشي بالتن والجبن حاضر وما بقالنا كي نقدموه. وهذا هو البوريك التركي نشوفوه بنين وسهل في المتناول. كانت معكم راد سامي وللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.